يلا نعمل كيكة المية في الخلاط. اسهل واحلى كيكه ممكن تعملوها هي كيكه الميه وفي الخلاط، حلوه جدا ومناسبه جدا للناس اللي ما بتحبش اللبن او عندها مشكله من اللبن ان هو بيتعبهم زي كده بالظبط. سهله جدا وسريعه ومتاخدش وقت خالص، وهنعملها كلها في الخلاط. فانا دايما بحب اعملها من غير لبن علشان اللبن بيتعبني، فده بديل حلو قوي. وكمان حلوه جدا للناس اللي بتشتكي دايما ان الكيكه بتطلع معاهم غامقه وما بتطلعش عاليه، لونها فاتح خالص كده. فدي ان شاء الله هتظبط معاكم قوي. دي بقى مش محتاجه اي حاجه جنبها خالص ولا حتى كوبايه شاي. اعملوا منها صواني كتير علشان هتخلص في ساعتها. يلا بينا نشوف ازاي. السلام عليكم. اول حاجه هجيب الخلاط وهحط فيه 3 بيضات. قشره البيضه وقعت جوه عادي جدا ولا يهمنا، نشيلها ونحط باقي البيض. بس البيض نكون مطلعينه من التلاجة قبلها بوقت، وما نحطش عليه اي حاجه خالص، ونشغل الخلاط على اعلى سرعه عندنا لغايه كده لما لونه يفتح دقيقه كده ولا حاجه. وبعدين بنحط عليه معلقه صغيره من الفانيليا السائله او فانيليا بودره، بس تكون رشه صغيره علشان ما تمررش معانا. وبعدين هحط عليه معلقه كبيره من الخل. ازازه الخل دي مجنناني، كل ما افتحها جامده قوي. الخل هنا بقى مهم جدا علشان يخليها لونها فاتح وهشه، ما يغمضليش عين ابدا غير لما احط على الكيكه والعجينه خل. وبعدين احط عليهم كوبايه ونص من السكر، وبضرب تاني كده لمده دقيقه على سرعه عاليه برضو. وبعد كده بحط عليهم كوبايه من الزيت وبضرب تاني. واخر حاجه بحطها كوبايه ميه عاديه خالص من الحنفيه، وبضربهم مع بعض حبه كمان. ممكن حد يقولي ليه ما حطيتيش كله على بعضه من الاول وخلصنا؟ هقول لكم علشان كل حاجه لما بتتضرب لوحدها وبنفس الترتيب دوت هو السر اللي بيخليها لونها فاتحه وهشه زي السفنجه. شايفين الخليط كل لما بضربه بيعلى ازاي وبيفتحها اكتر؟ يلا بقى نفك الخلاط وننزل بالخليط في حاجه غويطه، وبعدين نحط المنخل وننخل عليهم كوبايتين ونص من الدقيق، ونحط عليهم باكو بيكنج باودر، وننخلهم كويس قوي علشان ما يكلكعش. نقلب بقى كويس قوي مع بعضه، ونتأكد ان ما بقاش فيه اي اثر للدقيق خالص. وبعد كده نجيب صينيه مقاس 26 او 28 زي ما تحبوا، وبدهنها بمسحه بسيطه قوي من الزيت ومن الجوانب كمان. بس هنا الزيت شكله كده نزل حبه كتير، هشيل شويه كده بالمنديل. وبعدين احط عليهم كده رشه من الدقيق واوزعهم كويس قوي، وانفض الباقي ارجعه في العلبه، علشان كده لما اجي اقطعها تطلع معايا بسهوله وما تلزقش. هي مش هتلزق يعني، بس انا بقول يعني ايه احتياطي كده يعني. وبعدين بنزل الخليط وما نسيبش ولا فتفوته، نحلفها كده. وبعد كده بنخبط الصينيه خبطتين 3 كده، ونروح ندخلها الفرن على طول، يكون متسخن على درجه حراره 180 لمده تقريبا نص ساعه، او على حسب ما تستوي، على حسب درجه حراره فرنكم. مجرد ما بتستوي نطفي عليها على طول، بس نتاكد انها تكون استوت كويس من النص، نختبرها كده بعود خشب. لو سبتوها وقت اكتر شويه بعد ما بتستوي الوش كده مش هيطلع لونه فاتح وهتحمر كده شويه. نسيبها تبرد كده شويه وبعدين نقطعها. بس انا كالعاده ما بستناش، ما يهدليش بال غير لما اقطعها وهي بتطلع بخار، بمسح السكينه كده ما بين كل قطعه والتانيه علشان تطلع متساويه. وبس كده. مش قادره بقى اقول لكم ان هي هشه وخفيفه ازاي، خفيفه وهشه هشاشه العظام، ولونها فاتح، والطعم ولا. جربوها بنفس الخطوات دي علشان تقولي رايكم فيها ايه. اعملوا منها صواني كتير علشان هتخلص في ساعتها. وما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو لو حبيتوه، وتشتركوا في القناه لو لسه مشتركتوش. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.